ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهارده. اول حاجه نبتديها نسمي الله ونصلي على حضره الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على طول على السريع كده عشان هقول لكم هنعمل اكله ايه. معانا 3 معالق زيت ومعلقتين زبده حلوين كده. معانا بصله متوسطه مبشوره كويس، هننزلها بالزبده والزيت كده ونسيبها تتشوح تشويحه بسيطه خالص. خلاص يا جماعه البصل بتاعنا ريحته بانت وبدا يدبل معانا. هنعمل ايه؟ غاسلين 3 كوبايات من الرز هنضيفهم عليه. بسم الله. معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه كمون حلوه كده، ومعلقه فلفل اسود. وهنديها تقليبه كويسه يا جماعه عشان تتشوح مع التوابل والبصل والثوم. دي معلقه توابل فراخ يا جماعه عشان تدي بس ريحه حلوه للرز. وهنضيف نص معلقه كاري وشويه كزبره مطحونين. وبس كده بعد ما الرز بالخلطه جاهز لحشو الحمام الكداب يا جماعه. معانا بقى يا حبايبي 5 اوراق مخليين من العظم خالص من عندي الفرارجي، جايباهم عشان نعمل حمام كداب. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنحط معانا واحده كده وهنمسك بقى نفرده بسيط خالص بسيط خالص، مش هنهري العجن، احنا عايزين نفرده بس. خلاص يا جماعه فرد معانا زي ما انتم شايفين كده. خلاص جاهز على الحشو. نعمل التاني كله كده بنفس الطريقه. معايا صينيه يا جماعه هقطع فيها بصل حلقات. خلاص قطعت البصل حلقات يا جماعه. هنبدا بقى نحشي الحمام الكداب بتاعنا ده يا جماعه. انا فردته كويس. هنحط الحشوه في الوسط. هدخل بس شويه رز هنا يا جماعه مكان الدبوس. جبت ورقه زبده يا جماعه عشان هلف الحمام الكداب بيها. ماشي. نضيف نص كوبايه من الميه وهجيب ورقه ألمونيوم واغلفها واحطها في الفرن، وبعد ساعه هنشوفها عشان نشيل ورق الزبده. يلا بينا بقى نشوف الحمام الكداب بتاعنا بدأ يغلي زي ما انتم شايفين كده. عايزين نشيل بس الورقه. اشيل الورق بقى واوريها. هنعمل بقى يا جماعه حبه رز بشعريه حلوين كده، وكمان هنزيد الرز اللي فايض من خلطه الحمام الكداب. يلا بينا بقى نشوف الحمام الكداب بتاعنا بدأ يغلي زي ما انتم شايفين كده. عايزين نشيل بس الورقه. اشيل الورق بقى واوريها. عملت خلطه يا جماعه، صلصه على زيت على توم باودر على بصل باودر، الصلصه اللي احنا عاملينها الطماطم اللي احنا مفرزينها يا جماعه، على شويه زيت وشويه ملح وفلفل اسود. وهندهنها كويس كده بقى عشان تتحمر معانا. خلاص يا جماعه خلصنا احلى فطور. عملنا حمام كداب في الفرن اهو، وعملنا الرز بالخلطه سويناه بقت الرز بتاع الحمام ورز بشعريه وشويه سلطه وشويه طحينه وعصير طبعا تمر وبلح. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون نال اعجابكم. لو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي في التعليقات. والى اللقاء، باي باي.